السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى أخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. ويا رب أشوفكم كده من المقبولين في الكليات والمعاهد العسكرية، ويا رب كل نفسه في حاجة يحققها بإذن الله. هتكلم في موضوع النهاردة رجالة عن مشاكل اللي ممكن تقدمها، اللي ممكن تواجهك. تمام. أو في مشاكل عملتها أنت أو غلطت فيها وأنت بتقدم أو أنت بتسجل على الموقع. تمام، الخاص بمعهد ضباط الصف. تمام. بس قبل ما اتكلم عن موضوع النهارده، اعمل لايك واشتراك يا صاحبي وفعل زر الجرس وتابع معايا كل جديد. لو عندك اي سؤال، عندك اي استفسار، سيبهولي في الكومنتس طبعا، وانا برد على كل الناس. المشاكل الكتير اللي بتقابلني انا اصلا جاوبت عليها قبل كده كتير والله العظيم. تمام. بس برضو انا هرد عليها دلوقتي. اهم المشاكل دي، تمام، او اغلبية المشاكل دي، او يعتبر النقطة اللي هقول لك عليها دي اصعب مشكلة ممكن تواجهك، واللي هي لو انت كتبت رقم تليفونك غلط. اعمل حسابك يا صاحبي ان رقم التليفون ده حاجة مهمة خالص خالص خالص، لازم تخلي بالك منها، لان كل حاجة هتيجي على التليفون. انت هتتابع المحتوى بتاع، هتتابع الرسائل بتاعتك عن طريق التليفون. تمام. عن طريق رسالة اس ام اس هتجيلك. بس ايه علاج المشكلة دي؟ انك انت لازم تكون كاتب رقم والدك صح، لان الرسائل بتيجي على رقمك انت ورقم ولي الامر. تمام. يعني هتجيلك رساله بميعاد الكشف الطبي، هتجيلك رساله انك انت ناجح في الطبي، ناجح في السمات، ناجح في اي اختبار، هتجيلك عن طريق اس ام اس في تليفونك انت وتليفون ولي امر. تمام. فلازم تكون كاتب حاجه فيهم صح، وان شاء الله ما تكونش غلطان في اي حاجه، لان دي مشكله برضو كبيره شويه. المشكله التانية برضو واللي انا عملت لها فيديو مخصوص، القيود العائليه. الناس اللي عايزه تعمل قيود عائليه، او الناس اللي عايزه تعمل فيش جنائي ووالدها مسافر، قلت لك ولي الامر يقدر يعمل قيد عائلي، اللي هو ابوك، امك، عمك، اخوك الكبير، اي حد عادي يقدر يعمل فيش جنائي. ولكن القيد العائلي لازم الورق نفسه. هو القيد العائلي مش لازم ابوك اصلا، الفيش الجنائي ده لولي الامر هو والدك بس. تمام. لكن القيد العائلي انا اتكلمت عنه قبل كده. تمام يا رجاله. دي تاني حاجه. الحاجة التالتة او المشكلة التالتة اللي ممكن تواجهك انت بتقدم، الرقم الثلاثي. الرقم الثلاثي الخاص بشهادة الميلاد. في شهادة ميلاد قديمة ما فيهاش رقم ثلاثي، او انت بتجيب الشهادة من غير رقم ثلاثي. لازم انت تقول للشخص اللي هناك اللي واقف على السجل المدني، تقول له انا عايز شهادة ميلاد رقم ثلاثي. طب هيديها لك ازاي؟ فيها رقم ثلاثي مكتوب من تحت. الناس اللي بتقدم برضه على الموقع بتكتب رقم ثلاثي من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، فبيطلع غلط، فانت تعكسهم. تعكس. هو انت عندك 3 ارقام، 3 هنا، 3 هنا، 3 هنا. تمام. او 4 3 4 حاجه زي كده، مش فاكر يعني. 4 3 4. تمام. فانت الارقام دي لو انت كتبت اليمين في الشمال والشمال في اليمين، لا اعكسهم، خليهم العكس، عشان الموقع يقبل معاك الحاجه دي، يقبل الرقم الثلاثي بتاعك. تمام. دي يعتبر تالت مشكله بتواجه الناس هي وبتقدم على الموقع. تمام يا رجاله. تمام. المشكله الرابعه واللي هي يا رجاله، الطول. الطول يا جماعة لازم 170 سنتي متر، 170 سنتي. تمام. يعني انت لازم طولك يكون 170 سنتي. طب انت دلوقتي لو 160 متر 65، يعني انت حاول تلعب عقلة في الفترة اللي جاية دي، لانك انت لسه قدامك فترة كبيرة عبال ما تستلم الملف وعبال ما تمتحن اول اختبار ليك، قدامك فترة كبيرة. تمام. فانت حاول تلعب عقلة في الفترة اللي جاية دي. ماشي يا رجالة. دي رابع مشكلة. خامس مشكلة واللي ناس كتير اصلا بتغلط فيها، وناس كتير اصلا يعني بتتفزلك او حابة تتفزلك على الدولة، تمام، او على الموقع يعني، واللي هي يكون مجموعها 58 57 54 وكاتبالي 60%، قال ايه انا هعدي فيها. ازاي يابا؟ يابا مش كده، ما تشغلش دماغك عليهم، عشان ما تروحش انك تتهان او تسمع كلمة من ده او كلمة من ده وبس. فاهمني؟ مجموعك يا صاحبي 60%، اكتب 60%. مجموعك اقل عن 60% ما تقدمش، ما تتعبش نفسك. تمام. تمام يا رجالة. تمام. الحاجة التالتة او سادس مشكلة ممكن تواجهك اثناء التقديمات، واللي هي ان اسم دهوت السن مش مناسب. لو انت 14 سنة ونص مالكش تقديمات. تمام. لو انت 25 سنة ونص مالكش تقديمات. السن يا جماعة محددينه من يوم 15 سنة لكام؟ 25 سنة. ما تزيدش عن كده وما تقلش عن كده. تمام. دول اهم المشاكل اللي بتواجهني كتير واسال عليها كتير خالص. تمام. فانتوا ركزوا خلوا بالكم منهم يا جماعه الحاجات دي، ومحدش يغلط في حاجه. بالله عليكم عندك اي حاجه كلمني، او سيب كومنت وانا هرد على كل الناس طبعا، مش بتاخر مع حد خالص. بس اهم حاجه تعملي لايك واشتراك الحلو بتاعك ده يا صاحبي، وفعل زر الجرس. تمام. لو عندك انت اي سؤال، عندك اي استفسار، سيبوه في الكومنتس. تمام يا رجاله.
الدفعة 163. بالتوفيق يا رجالة.